سياده النائب علي الكيال، كنا عايزين نعرف تعليق حضرتك على المشكله اللي حصلت النهارده والمشكله اللي حصلت امبارح، واكتر من مشكله بتحصل وخلافات كتيره بين النواب داخل الجلسه. هل البرلمان والدكتور علي عبد العال بيفقد السيطره على النواب فتره بفتره وجزء بجزء؟ هو الاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس انا مشفق عليه من سلوكيات بعض النواب، وبكرر كلمه بعض النواب، وأكرر أنا أشفق على السيد الدكتور رئيس المجلس من تصرفات وانفعالات بعض السادة النواب، وأرجو أن نتحلى بالهدوء والصبر. إحنا مش عايزين تهييج للرأي العام، إحنا كنا بننقل الحكومة، إحنا مش معنى كده بنشكك في وطنيتهم، لا إحنا بنلفت نظرهم، وعلى رأي المثل الحديث لا خاب من استشار. ربما احنا نكون صح، فاحنا نسمعهم وهم يسمعونا، وبعدين احنا اللي عايزين حلول غير تقليديه، حلول علميه، نشوف تجارب اللي قبلنا ونستفاد منها بس، واحنا مضطرين نوافق على الحكومه. يعني يا فندم ايه السبيل للخروج من المجلس؟ بتطبيق اللائحه وبكل حزم، وبكل حزم. النهارده اللائحه شايف ان محمد ابو حامد، ايوه، واعتقد انه هيتحول. طب امبارح ده مع احترامنا الشديد ليه يعني الموقف بتاع امبارح بتاع الدكتور سمير غطاس. الدكتور سمير غطاس مع احترامي الشديد ليه، وراجل مثقف وراجل وطني، لكن خلاص حصل اللي حصل. السيد رئيس المجلس قال له اتفضل وتم التصويت، كان المفروض اخرج يعني عشان ما يحصلش هرج ومرج. طب واخبار الداير عند حضرتك ايه؟ في المشاكل الكتير اللي احنا الناس لو طلب تسقطنا تاني هتسقطنا. ليه بس يا فندم؟ احنا ما عملناش حاجه، ما فيش اي وزاره مستجيبه معنا. هو لسه لحد دلوقتي ما فيش، كلها تاشيرات كده، فك مجالس، احنا بنتكسف نديها للناس. وعلى فكره انا بسال وعايز حد يجاوبني، بسال السيد المهندس شريف اسماعيل فين وزير النقل؟ وزير النقل اللي ماشي راجل كان متجاوب معانا، من حقنا نفهم الراجل ده مشي ليه. شكرا يا فندم، شكرا حضرتك.